السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة معلومة على الماشي في فيديو جديد على القناة. النهاردة يا أصدقائي في تغطية خاصة وحصرية لخسوف القمر الليلة. هنتابع مع بعض كل التفاصيل الخاصة بأحداث هذا الخسوف لحظة بلحظة، ولكن في البداية لابد أن نتذكر أن هذه علامة ودلائل على قدرة المولى عز وجل، ولازم يا جماعة نرجع ونتوب لربنا. كله ينزل تحت في التعليقات دلوقتي يستغفر ربنا على كل الذنوب اللي فاكرها واللي مش فاكرها، وندعو البعض بالرحمة والمغفرة والرزق وكل حاجة إن شاء الله، وربنا ينصر أشقائنا في غزة طبعا وجميع البقاع الإسلامية. وعلى بركة الله نبدأ مع بعض بقى التفاصيل الخاصة بالخسوف، وأثناء الخسوف كده هقول لكم على بعض المعلومات الخاصة بهذا الخسوف. بصوا يا جماعة، خليكم معايا كده دلوقتي. إلى حد ما السماء صافية، السحب قليلة، الزرقان حتى باين في السماء كده، وادي شكل القمر حاليا. نعمل زوم عليه. احنا دلوقتي في الاستعداد لرؤية خسوف القمر ان شاء الله. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ناخد بعض المعلومات كده. طبعا زي ما احنا قلنا الليلة في السماء هتشهد لحظة خسوف القمر، وتحديدا يوم الثلاثاء إلى الأربعاء اللي هو النهاردة 18 إن شاء الله، صباح يوم 18/9 لعام 2024. هتشهد السماء خسوفا جزئيا للقمر، وهتكون الأرض ما بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، التلاتة على استقامة واحدة تقريبا. والظاهرة ديت يا أصدقائي هتكون مرئية في أغلبية الدول العربية. وأقول لكم دلوقتي برضو كمان يعني في توقيت بسيط كده، واقول لكم ايه التوقيتات اللي هيظهر فيها لحظه الخسوف ان شاء الله في اغلبيه الدول العربيه. طيب، حسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكيه والفيزياء الارضيه، هيغطي ظل الارض جزء صغير من سطح القمر، ودوت طبعا هيؤدي الى وجود خسوف جزئي للقمر. وهتظهر الحافة العلوية اليمين للقمر في حالة خسوف، والحدث دوت هيستمر لمدة تزيد عن 4 ساعات و6 دقائق إن شاء الله يعني. والتوقيت دوت هيدي فرصة كبيرة إن أغلبية الناس تشوف هذا المشهد بفضل الله. تابعوا معايا كده يا جماعة. زي ما قلت لكم اهو، السماء صافية، بعض السحب موجودة، سحب قليلة جدا يعتبر، والسماء صافية والجو هادي، مفيش رياح مفيش عواصف الحمد لله. تمام. انا الفيديو ده يا جماعة بسجله من مصر، وتحديدا داخل محافظة القليوبية. السماء صافية، وادي القمر صديقنا النهاردة. بصوا بقى يا جماعة عشان برضو الفيديو يكون افيد، هقول لكم دلوقتي حاليا توقيتات الخسوف الجزء للقمر في بعض الدول العربية. تمام. طبعا هو هيكون بعد منتصف الليل. بالنسبة أول حاجة نتعرف على ليبيا، التوقيتات الخاصة بليبيا. تحياتي لأشقائنا في ليبيا، لو أي حد بيسمعني من ليبيا دلوقتي يكتب لي تحت في التعليقات. طيب، بداية الخسوف بالنسبة لليبيا هتكون الساعة 2:41 صباحا، وذروة الخسوف هتكون الساعة 4:44 صباحا، ونهاية الخسوف إن شاء الله طبعا هيكون الساعة 6:47 صباحا. التوقيت ده يا جماعة بتوقيت ليبيا، مش كل الدول العربية. التوقيت المماثل ليها هيكون مصر بتوقيت القاهرة. بداية الخسوف نفس الفكرة إن شاء الله هيكون الساعة 2:41 صباحا، وذروة الخسوف الساعة 4:44 صباحا، والنهاية إن شاء الله هتكون الساعة 6:47 صباحا. بالنسبة مصر وليبيا نفس التوقيت. انما بقى لما نروح للسعوديه ونسافر للسعوديه هنقدر نشوف منظر الخسوف امتى. تحياتي لاشقائنا في السعوديه طبعا، برضو كل اللي بيتفرج عليا من السعوديه يا ريت يكتب لي تحت في التعليقات. تحياتي لاشقائنا العرب اجمعين. بدايه الخسوف يا جماعه في السعوديه ان شاء الله يكون الساعه 3:41 صباحا، وذروه الخسوف بالظبط هتكون الساعه 5:44 صباحا، ونهاية الخسوف هتكون الساعة 7:47 صباحا. تمام يا جماعة. بالنسبة بقى لأشقائنا في الإمارات بتوقيت دبي،
تحياتي الأشقانا في الإمارات، بداية الخسوف هتكون الساعة 4:41 صباحا، وذروة الخسوف هتكون الساعة 6:44 صباحا، ونهاية الخسوف هتكون الساعة 8:47 صباحا. تحياتي الأشقانا في الإمارات. توقيت تونس، تحياتي الأشقانا في تونس، بداية الخسوف هتكون إن شاء الله الساعة 1:41 صباحا، وذروة الخسوف هتكون الساعة 3:44 صباحا، أما نهاية الخسوف هتكون الساعة 5:47 صباحا. أشقائنا في المغرب، يا هلا بتوقيت الرباط، تحياتي الأشقائنا في المغرب وتونس وجميع البلدان العربية. توقيت تونس يا جماعة، بداية الخسوف إن شاء الله هيكون الساعة 12:41 صباحا، ذروة الخسوف هتكون الساعة 2:44 صباحا، أما نهاية الخسوف هتكون الساعة 4:47 صباحا. طبعا التوقيتات دي يا أصدقائي بتعتمد على الفروقات الزمنية بين الدول المختلفة. تابعوا معايا كده منظر السماء يا جماعة. سبحان الله العلي العظيم. زي ما قلت لكم السماء هي يا جماعة صافية، يعني إن شاء الله هنقدر نشوف مع بعض المنظر البهيج دوت والمنظر الجميل ده، منظر خسوف القمر. طبعا زي ما قلت لكم هي دلائل على قدرة المولى عز وجل، وإن الدنيا دي كلها سبحان الله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الملكوت اللي احنا شايفينه ده كله بس سبحان الله ولا أي شيء في ملك ربنا. ما بالك بقى احنا عاملين قد احنا لا نذكر سبحان الله العلي العظيم. الناس اللي بتتجبر وبتتكبر على خلق الله وبتتكبر على أشقائها وبتتكبر على الناس بوجه عام، احنا فين من ملكوت دوت وقدرة ربنا؟ دلائل على قدرة المولى عز وجل. يا ريت يا جماعة نرجع كلنا لربنا، هو المنجي الوحيد، لا ملجأ من الله إلا هو. سبحان الله العلي العظيم. احنا في انتظار يا جماعة اهو ان شاء الله الخسوف الخاص بالقمر الليلة. أوصيكم ونفسي يا رب إن شاء الله كده نقدر اللي احنا نقدر نصلي الخسوف النهاردة، صلاة الخسوف. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله الذي رفع السماوات بلا عمد. سبحان الله العلي العظيم. دلائل على قدرة المولى عز وجل. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله العلي العظيم. في انتظار يا جماعة خسوف القمر إن شاء الله كما تداولت هذا الخبر جميع المواقع الإخبارية يعتبر على التواصل الاجتماعي، على منصات التواصل الاجتماعي. نحن الآن في انتظار الخسوف بإذن الله. يا ريت كل اللي بيسمعني دلوقتي يكتب يسجل حضوره من خلال انك تكتب البلد اللي حضرتك منها. تحياتي لأشقائنا جميعا، وأوصيكم بالدعاء لأشقائنا في غزة يا جماعة. ربنا ينصرهم يا رب، ربنا ينصرهم يا رب، اللهم انصرهم. لو تلاحظوا يا جماعة برضه أنا هعمل زوم كده، شايفين النقطة ديت؟ دي كوكب. النقطة اللي جنب القمر نقطة صغيرة كده، هعمل زوم عليها أكتر، ده كوكب. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله العلي العظيم. طب أنا عندي فكرة يا جماعة، أنا هنهي الفيديو دلوقتي
وان شاء الله ان شاء الله هنكون مع بعض في بث مباشر لحظة الخسوف ان شاء الله. هيجيلكوا بعد الساعة 12 بالليل ونفتح بث مباشر ونتابعه مع بعض ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.